والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الطلبة، الدرس الثاني في وحدة الكهرباء مع الأستاذ سليم. راح نشوفوا الآن جهة التيار والتوترات، ودائما السؤال ده يتكرر في البكالوريات. دركا درت لكم تمرين بعد ما نشرح لكم الدرس يتكرر في البكالوريا. إذا تبع معايا في البداية، هذا الحق فيديو إن شاء الله يكون قصير ومفيد جدا بإذن الله. جهة التيار وجهة التوترات. التيار دائما من القطب الموجب إلى القطب السالب، هذا أشفع لها. وفي نفس الوقت عكس التوتر، وفي نفس الوقت عكس التوتر. دوكا نشرح لكم بشوي. يعني يكون عندك مولد، التيار كيف راح يكون يا جماعة؟ راح يخرج من القطب الموجب ويدخل من القطب السالب بكل بساطة. نشرحه بالبساطة. راح يرسم لك المولد بالشكل هذا، أو يرسمه لك أيضا ماذا؟ بالشكل هذا. إذا التيار هكذا ويدخل منه. إذا فيما يخص المولد اللي هو يولد لنا التيار، يخرج تيار من الموجب يدخل السالب. التوترات عكس التيار، راح نشرحها لك بكل بساطة. تبع معي تشوف بكل بساطة بإذن الله. إذا رسم لك مقاومة هكذا في دارة ورسم لك التيار يدخل، يقول لك عين توتر بين طرفي المقاومة، راح دير له هكذا عكس التيار. شكون نقول درك؟ عكس التيار. خلاص صح. المكثفة نفس الشيء، توتر بين طرفي المكثفة عكس التيار. وهنا نفس الشيء، الوشيعة توتر تاعها عكس التيار. خلاص يا جماعة صح. بدلت لكم التيار دخل منا نفس الشيء، إذا عكسه. إوسي عكسه، وآل عكس التيار. خلاص. إذا توتر المقاومة والمكثفة والوشيعة دائما عكس التيار. نجول التمرين الآن، مش راح يجيكم ببساطة، راح يعطيكم فكرة بسيطة جدا اللي هي تبع معي. مثل جهة التيار والتوترات في الدارة. إذا نشوف الدارة الأولى يا جماعة، كيقول لك مثل جهة التيار والتوتر، يعني أنه هنالك تيار واحد في الدارة. أما التوترات جمع، جات بصيغة الجمع، كاين توتر هنا توتر هنا وتوتر هنا. هذا ما هدرتش عليه مازال تاع المول. خلاص. بصح باش يقول لك مثل جهة التيار راح يعطيك عفسة أو أستيز باش تضيماني منها. خلاص يا جماعة. إذا أنا العفسة باش نعرف واش نعرف. عطاني حاجة واحدة، كي نجي نشوف في الدارة ما رسم لي والو. لا، شوف هنا رسم لك هذا طويل وهذا قصير، يعني هذا هو القطب الموجب وهذا القطب السالب للمولد. خلاص. إذا راح ترجع لأول سؤال، يخرج من الموجب ويدخل من السالب. ديجا هاك خلاص، هاك بديت تحل في هاك عينت التيار، جهة التيار. كمل. واش قلنا يدخل يكمل يضرب دورة، لهذا سموه يدخل من السالب. ها طبقنا القاعدة الأولى أنه يخرج من الموجب يدخل من السالب، هذه واحدة. ثاني شيء راح نشوفه درك. خلاص عينا التيار هذا، جاوبنا على السؤال هذا، خلاص تهنينا منه. جهة التيار. مزتنا التوترات، نروحوا القاعدة الثانية اللي هي تيار والتوتر متعاكسين. خلاص هاو دخل التيار منا، توتر بين طرفي المقاومة يجي معاكس للتيار، توتر بين طرفي المكثفة يجي معاكس للتيار. خلاص هنعوض توتر وتيار. مازال توتر بين طرفي المولد ما درتش عليه، خليته الاخر باش ما تخلطهمش. جو هنايا كيف نعينوا التيار والتوترات. كي نجي نشوف هنا الدارة اعطانيش المولد، ما عطانيش ليه الموجب والسالب، خلاه لي هاك عمدا، بصح عاوني بأو ار، يعني رسم لي أو ار هكذا. يعني التوتر بين طرفي أو التيار بين طرفي أو التيار عفوا اللي يدخل المقاومة راح يكون عكس التوتر. قلنا التيار ديما عكس التوتر. هانيك خلاص يكمل هكذا. لماذا درته هكذا؟ لأنه عكس هذا رايح هكذا والتيار هكذا. خلاص التوتر بين طرفي المقاومة والتيار متعاكسين. خلاص دامني عرفتو منا راح نكمل. هاو دخل منا، دخل يعني سالب صح. كمل ماذا؟ خرج صح ولا لا؟ يعني موجب. نرسم هنا الفوق أحسن، هاني عرفت. هذو غلطين صح. خلاص يكمل التيار يروح يجي منا دخل. شوف دخل المكثفة، يعني التوتر بين طرفي المكثفة راح يكون عكس التيار. خلاص. وديما أصلا التوتر بين طرفي المكثفة والمقاومة يكون نفس الاتجاه، لأنها من الزوج معاكسين للتيار. خلاص يا جماعة. هنا عطاني مولد، هنا عطاني أو ار، كل مرة يعاونك بحاجة. خلاص
نجو للحالة الثالثة. واش عطاني هنا؟ عطاني التيار. ديجا ما يطبقش السؤال هذا. مثل جهة التوترات. برك جهة التيار ما يقولكش مثلوا، لأنهم مثلوا لك. خلاص يكمل التيار. دخل يعني ماذا؟ سلب. خرج يعني موجب. خلاص كمل طريقو، كمل الدورة تاعو. هنا دخل يعني او ال هكذا. دخل التيار يعني او ال هكذا. خلاص كملنا هذه صح. تفاهمين يا جماعة؟ خلاص كملنا هذه الأسئلة. لاحظوا يا جماعة راني ندير في خطأ عمدا، اللي هو ماذا؟ شوفوا هنا السهم ديما نديرو فوق، هنا نديرو تحت. في التعليقات جاوبوني ما هي الصحيحة، أوسي هكذا ولا أوسي هكذا؟ جاوبوني. لماذا؟ لأن خطأ هذا يتكرر بزاف، يروحوا نقاطي ولا ما يروحوش، مانيش عارف. جاوبوني نتوما في التعليقات. خلاص يا جماعة صح. راني وريت لك جهة التوتر وجهة التيار، بصح انت هذا الخطأ توله له وجاوبني في التعليقات وبربي شان ريبوندي لكم. خلاص صح. نجوج مع حاجة ما هدرتش عليها اللي هي او تاع المولد. شوف هو نفس جهة التيار. لماذا؟ لأن المولد باش تشفى يولد التيار. أفهمها هكذا باش تشفى عليه. مستحيل مولد هو اللي يمد ويعود عكسه التيار، هو اللي يمد في التيار. كون ما كاينش مولد ما يعودش كاين تيار، المشاكل دي كلش ما كاينش. خلاص إذا التيار هكذا ها مولد. نجو هنا نجو هنا موجب للسلب. شوفوا صحيح ولا غلط؟ هاي شوفوكم تفاهمين يا جماعة؟ وهنا وهكذا. خلاص يا جماعة. إذا هذا الدرس الثاني إن شاء الله تعودوا فهمتوا بإذن الله كيفاه النقطة ما تروحلكش جهة التيار وجهة التوترات. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث راح نشوفوا رسم الاهتزاز الميباطي، ومن بعد نروحوا التفسير المجهري للشحن وتفريغ المكثفة، ثم إيجاد طوبيين، وهكذا. بربي باش ندير لكم فيديوهات قصار وتلم المعلومات بالترتيب إن شاء الله. إخوتي الطلبة إذا عجبكم الفيديو ما تنساش دير جيم وتبارطاجي لخاوتك، وربي يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.